دي شيء يدخلهم بمنطقة بينها هلاكهم. شوفوا على جبل وعرة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يخارجنا من هذه الحياة التعيسة. الأمور طيبة يا شباب، الإنسان يشتغل وهو آمن، ولا أبو إنسان عاجز أو تعب الناس يتعاونوا معه وينقضوه من بر من ملابس. احنا على شهر كريم، احنا الآن عباقي رمضان 15 يوم، واحنا نشوف هذه المعانة والمآسى بجبال الله. لو كان ذحن بمدينة سهل رزقها على الله، وشيء واحد عمل خير وواحد عمل شر، والمهم لكن هانا من شيء الفتها غير الله وغيرنا. احنا نزلنا يعني مغامرة بين الشجر والحجار والحناشة المهم نسأل الله العفو والعافية، ونطالب من الجهات المعنية أن يكونوا ينظروا مثل هذه الأشياء ويحاسبوا دش يدخلهم بمناطق بينها لهلاكهم وتدميرهم. يحاسب الشخص دش يدخلهم بمنطقة بينها هلاكهم. شوفوا على جبل وعرة، شوفوا كيف احنا في حالة، المهم في حالة، لكن نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يخارجنا من هذا الموقف الصعب الشنيع. يا الله، شوفوا على حيود ملس. تحياتي للجميع، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء يا مسؤولين. كل إنسان يرحم من تحته. أنت يا أخي مسؤول أمام الله، تقي. شوف المساكين، شوف دهم حالتهم حالة تعيسة، ارحمهم يا أخي. ادعوا لنا أن ربي يكتب لنا الأجر وأن يخارج احنا وأن لا يوصلنا مثل هذه المياصيل. الحمد لله على الستر، نحمد الله. والله موقف يشيب الراس، والله يشيب الراس. في أشياء كثيرة أحب أن أشرحها ما حصل، لكن ما بش داعي، بس دشي يكون يدخل الحدود مرة ثانية يشوف هذا المقطع ويراجع حسابه صح. دي يتهرب، دي يجري بعد رزقه وهو داير انه يهلك. حرام يا اخي، لا تهلك نفسك، الله يكتب لك الرزق لو انت كفمت. والله لو تجري جري الوحوش ما هو مكتوب لك تتخوذه، وهذا مكتوب من الله عز وجل. لا تهلك نفسك يا اخي. عنك في حالة الناس، ارحموهم يا شباب، ارحموهم. اسألكم بالله ان ذي قادر أن يكون يتعاون مع الناس إنه يتعاون يا خبرة. حرام، هي دنيا ثانية. دنيا ثانية.